لما إكسلي بيعدي علامة 210 متر كل حاجة حواليه بتبدأ تبقى مشوشة. رؤيته بتضيق لحد ما تبقى زي فتح الدبوس. هو بيتجاهل عدم الراحة وبيفضل مركز على سرعته ومساره لتحت. جسمه بيبدأ يحكه وبعدها بيحس بألم لاذع مع رعشة في عضلاته. أعراض متلازمة التأثير العصبي للضغط العالي بتبدأ تسيطر عليه. شيك إكزلي ما كانش مجرد غواص، ده كان رائد وهو عنده 16 سنة. في الوقت اللي أغلب المراهقين لسه بيحاولوا يعرفوا نفسهم كان هو بالفعل تحت المية بيتنفس هوا مضغوط ورايح ورا المجهول. لكن المأساة حصلت بدري وهو عنده 19 سنة. هو وأخوه الأصغر إدوارد كانوا بيتحدوا نفسهم وبيتنافسوا مين فيهم يقدر يغوص حبس نفس لعمق أكبر في ينابيع وكولا في فلوريدا. إدوارد عمره ما رجع. بالنسبة لشيك اللحظة دي كانت ممكن تنهي كل حاجة، لكن بدل كده ولعت جواه نار. كان هيكمل الغطس بس هيخليه أكثر أمان. وعد نفسه وأهله إن محدش لازم يعاني الخسارة دي تاني. الوعد ده هو اللي شكله. وهو عنده 22 سنة وكان شغال في البهامس كغواص أمان. إكسلي حاول ينقذ 2 كانوا بيحاولوا يعملوا غطسة خطيرة عشان يكسروا رقم قياسي باستخدام هواء مضغوط. وصل ل 142 متر قبل ما يوقف. ده كان هيموته. 2 الغواصين اللي كان بيحاول يحميهم ما كانوش محظوظين زيه. الحادثة دي ثبتت سمعته. إكسلي كان عنده قدرة غير عادية على تحمل تخدير النيتروجين، والأهم من كده كان عنده الانضباط إنه يحترم حدوده. وهو عنده 20 سنة ما كانش بس بيغوص في الكهوف، ده كان بيعيد كتابة القواعد. إكسلي كان مسجل أكثر من 1000 غطسة في الكهوف، أكثر من أي حد في العالم وقتها. هو ما كانش بس بيحاول يوصل لأعماق أكتر، ده كان بيحط بروتوكولات أمان ناس تانية اعتمدت عليها لعقود. مخاطر الغطس لا ترحم، زي التخدير النيتروجيني، تسمم الأكسجين ومرض الضغط. لكن شيك إكزلي واجه المخاطر دي بدقة وهدوء. كل مأساة في حياته كانت درساً جديد، وكل مخاطرة كانت خطوة تانية في بناء خطة للبقاء. ومع مرور السنين بقت حقيقة واحدة واضحة. لما الغواصين كانوا بيتكلموا عن الحدود كان إكزلي عدى الحدود دي من زمان. في سنة 1973 نظم إكزلي قسم الغوص في الكهوف في الجمعية الوطنية لعلم الكهوف، وبقى أول رئيس ليه، وبعد كده بقى رئيس مجلس الإدارة، ونشر أكثر من 100 مقالة و6 كتب خلال مسيرته. هو اللي قدم كثير من إجراءات السلام الأساسية اللي بيستخدموها دلوقتي في غوص الكهوف والغوص في البيئات المغلقة. علشان أغراض الإنقاذ أثناء غوص الكهوف، إكزلي ساعد في توحيد استخدام الأوكتوبوس اللي هو منظم غوص احتياطي، بيشتغل كنسخة احتياطية لو المنظم الأساسي بتاع الغواص حصل فيها عطل، أو لو احتاج يديه لزميله في حالة طوارئ لو خلص منه الهواء. دلوقتي الأوكتوبس بقى قطعة أساسية من معدات كل غواص سكوبا، سواء كان بيغوص في الكهوف أو في المياه المفتوحة. في سنة 1984 إكزلي ساب معرض العربيات بتاع العيلة وبدأ يدرس رياضيات في مدرسة سواني الثانوية في لايف أوك، فلوريدا، عشان يفضي وقت أكتر ويسمح لنفسه يسافر لمواقع غطس عميقة في المكسيك، الكاريبي وحول العالم عشان يتقن مهارة الغطس بتاعته. إكزلي كمان اشترى عقار في كاتدرال كانيون سبرينغز على بعد حوالي 10 أميال من لايف أوك، وكان فيه حفرة غائرة في الحجر الجيري، ودي جزء من نظام فيلمنت. اشترى الأرض اللي حوالين الفتحة دي عشان يقدر يوصل للمكان بسهولة، واللي بقت ملعبه الخاص، وهناك كان بيتدرب على مهارات الغطس في الكهوف. إكزلي كان مشهور بنفس الدرجة بخبرته في الغطس العميق جداً. كان أول غواص يتجاوز عمق 244 متر. أقل من 30 شخص بس وصلوا للعمق ده باستخدام سكوبا، وكان صاحب عدة أرقام قياسية لأطول مسافة اتقطعت في غطسة كهف واحدة. وكانت قمة مسيرته لما جمع بين رقمي الغطس العميق ومسافة غطس الكهوف. في 29 سنة من غطس الكهوف، إكزلي عمل أكثر من 4000 غطسة وكتب كتابين مهمين: الغطس الأساسي في الكهوف، خطة للبقاء، سنة 1979،
وكهوف بلا حدود للإنسان سنة 1994، واللي بقوا مرجعاً أساسياً لهواة غطس الكهوف. في مايو سنة 1990 جيم بودوين قاد مجموعة استكشاف في مشروع لمسح 5 سينوتات موجودة في مزرعة كبيرة في إل رانشو السافروزا في شمال شرق المكسيك. من بين مجموعة التكوينات الكارستية الغريبة، زكاتون أو إل زكاتون هو الحفرة الوحيدة اللي فيها تدفق مائي ملحوظ. وبعد تتبع مصدر نبع إل ناسيمنتو اللي بيغذي نهر قريب، المستكشفين لاحظوا فتحة جنب نتوء من الحجر الجيري. 2 من أعضاء الفريق جيم بودوين وجاري وولتون غاصوا وتابعوا تيار عشان يشوفوا هيوصلهم لفين. الغواصين لقوا كهف صغير وكملوا في اتجاه الشمال الشرقي لحد ما وصلوا لنهاية الحبل على البكرة بتاعتهم. بما إن الممر شكله مكمل، رجعوا عشان يجيبوا بكرة تانية ورجعوا لنقطة الربط وكملوا استكشافهم. القاع عمقه 17 متر ومليان هياكل عظمية لسلاحف، فعشان كده سموه ممر السلحفاة الميتة. قريب الغواصين شافوا شعاع نور من بعيد ووصلوا لنهاية النفق بعد ما قطعوا مسافة 230 متر. طلعوا في مياه زكاتون الزمردية على عمق 8 متر تحت سطح المياه. الغواصين طلعوا على السطح في بحيرة جميلة محاطة بجدار منحدر من الحجر الجيري ارتفاعه 20 متر. على السطح العشب الطويل اللي اسمه زكاتي بيعدي على البحيرة كل ما الرياح تهب، وده السبب اللي اتسمت بيه زكاتون. المشروع بيستخدم حبل عليه ثقل علشان يسجل عمق الحفرة اللي وصل ل 76 متر. في إبريل سنة 1993 المشروع كمل استكشاف ال5 سينوتات. شيك إكسلي انضم للفريق علشان يغوص في الأعماق اللي لسه محدش استكشفها. وهم بيركزوا على زكاتون اكتشفوا إنها بركانية الأصل. المياه فيها نسبة معادن عالية وبتطلع ريحة كبريت وحمضية شوية وذات نشاط حراري مائي، ودرجة حرارتها ثابتة حوالي 30 درجة مئوية. بيلاقوا مفاجأة تانية. أثناء غطسة هوائية، بودوين وإكسلي اكتشفوا إن الحبل اللي بيقيسوا به العمق وقف على رف صخري. بودوين وصل لعمق 79 متر وإكسلي نزل لغاية 124 متر ولسه مش قادر يشوف القاع. تاني يوم الفريق حاول ياخد قراءة عمق أدق. الحبل اللي عليه وزن بينزل من البكرة، عدى 152 متر وعدى 305 متر وفي الآخر وقف عند 330 متر. وده بيخلي زاكيتون واحدة من أعمق الحفر المائية المعروفة في العالم. أنا منبهر بطريقة البشر في اختبار حدودهم، زي تسلق إيفرست أو الغطس في كهوف ملهاش قاع أو بناء أبراج هشة في نص المحيط. كل محاولة منهم هي محاولة للسيطرة على أماكن عمرها ما كانت لينا، والمحيط دايماً عنده طريقة بذكرنا بيها قد إيه طموحنا ده هش وضعيف. مرة ورا مرة الخط الفاصل بين النصر والمأساة بيطلع رفيع جداً. فريق المشروع بيربط الحبل في الجدار الشمالي للسينوت وبيخططوا يعملوا غطسة كهف عميقة باستخدام خليط غازات. تاني يوم خليط غازات مطلوب لأنه كل ما العمق زاد الغواصين بيتنفسوا الغاز تحت ضغط أعلى. تحت الضغط النيتروجين اللي في الهواء العادي بيسبب تخدير، والأكسجين بيبقى سام أكتر وأكتر. أكتر حل عملي للغوص في الأعماق هو استخدام خليط غازات خاص زي الترايمكس اللي بيقلل نسبة الأكسجين والنيتروجين وبيستبدلهم بغاز خامل تاني زي الهيليوم. الخليط ده بيسمح للغواص ينزل أعماق أكتر من غير ما يتعرض للتخدير أو تسمم الأكسجين، وكمان بيقلل الوقت اللي بيقضيه الغواص في توقفات إزالة الضغط وهو طالع للسطح. في اليوم اللي بعده بودوين غاص لعمق 154 متر بينما إكسلي وصل لعمق 220 متر. ومع نهاية أسبوع الغطس إكسلي وبودوين اتفقوا يرجعوا سوا لزاكاتون ويستكشفوا أعماق الإيفرست المقلوب ده. لقوا المكان المثالي لغوص الدائرة المفتوحة لأكثر من 300 متر. المياه دافية، مفيش تيار، السكان المحليين ودودين، والدخول للنظام مش معقد. بودوين وإكسلي قرروا إنهم خلال سنة هيحاولوا يغوصوا لحد قاع زاكاتون اللي هو عمق 305 متر، وده رقم محدش حاول يوصله قبل كده بجهاز الغوص.
أعضاء المشروع عملوا 6 رحلات للمكسيك خلال 12 شهر الجايين. بودوين بيغوص أعماق أكثر وأكثر عشان يجهز نفسه لمحاولة 305 متر. إكسلي بيروح جنوب أفريقيا عشان يحاول يكسر الرقم القياسي ويغوص لحد قاع كهف مائي ضخم في بوسمانز جات أو بوشمانز هول. أنا عملت فيديو تاني عن عمق ديف شو في نفس الكهف وحسيب لكم الرابط هنا. إكسلي بينزل بسرعة في الضلمة، ولما بيعدي علامة 210 متر الضغط اللي بيزيد بسرعة بيخلي كل حاجة حواليه تبقى مشوشة. رؤيته بتضيق كأنه بيحاول يبص من خلال فتحة صغيرة. بيحافظ على تركيزه وبيتجاهل الإحساس بعدم الراحة، وبيكمل نزوله بنفس السرعة والطريق. جسمه بيبدأ يحس بحكة وبعدها ألم لاذع. بعدين عضلاته بتبدأ تهتز بقوة من غير سيطرة. أعراض متلازمة التوتر العصبي الناتج عن الضغط العالي بتبدأ تسيطر عليه. بعد ما يعدي 150 متر التنفس بغاز الهيليوم بيعرض الغطاس لتفاعل عصبي بسبب الضغط اللي بيزيد بسرعة. حدة التأثير بتعتمد على سرعة نزول الغطاس، العمق ونسبة الهيليوم. العينين بتصغر وده بيخلي الغطاسين يشوفوا هالات مضيئة حوالين الناس والأشياء. ممكن يحسوا بالنعاس مع رعشات عنيفة في الجسم، تشنجات وهلوسة. الطريقة الوحيدة لإيقاف أعراض متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي دي هي إنك تطلع لفوق. بس إكسلي مركز إنه يوصل للقاع. هو قرر يكمل رغم المسافة اللي لسه محتاج ينزلها عشان يكسر رقم قياسي جديد. الضغط الهائل بيخلي الهواء في البدلة الجافة بتاعته يتضغط وبيفقد طفوها. رعشات متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي كانت شديدة لدرجة إنه كان بيلاقي صعوبة حتى في المهام البسيطة زي تشغيل المنفاخ بتاعه. بسبب الاسطوانات والأوزان اللي معه هو بيغوص بسرعة زي الصخرة لحد قاع الكهف الطيني. الضغط هنا أعلى من السطح ب27 مرة، وبيحتاج وقت علشان الغاز في جهاز تعويض الطفو يوصل للطفو المتعادل. إكسلي استعاد السيطرة في آخر لحظة قبل ما يخبط في القاع وبدأ يطلع لفوق فوراً. مع إن إكسلي ما جابش علامة العمق، لكن أجهزة كمبيوتر الغوص بتاعته أكدت إنه حقق رقم قياسي شخصي بمقدار 263 متر. إكسلي هو أول غواص يوصل لقاع الحفرة دي في جنوب أفريقيا. أعراض متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي اختفت تماماً لما وصل لأول محطة توقف لإزالة الضغط على عمق 122 متر. على العمق الشديد ده إكسلي ما تحملش بس أعراض متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي، ده كمان اضطر يتحمل البرد الشديد. إكسلي بيستخدم نظام تدفئة كهربائي جوه بدلة الغوص الجافة بتاعته، لكن التعرض للمية الباردة لمدة 7 ساعات كان ليه تأثير كبير عليه. لما بيتنفس الهيليوم اللي أخف من الهواء وبينقل الحرارة أسرع ب10 مرات من الهواء، جسمه بيبرد بسرعة أكبر. إكسلي بيطلع من المية ووشه لونه رمادي باهت وبيترعش من البرد. في منتصف الأربعينات من عمره إكسلي كان عارف إن الوقت بيجري. سنين مطاردته للأرقام القياسية العالمية كانت بتقرب تخلص. لما بيسأل ليه بتعمل غطاسات عميقة كده بيرد: أنا كنت حامل الرقم القياسي العالمي في العمق والمسافة سنة 1970. كنت فاكر إنه هيكون شيء جميل إني أمسك الاتنين تاني قبل ما أعتزل، بس الموضوع أخذ مني تقريباً 20 سنة عشان أعمل كده. هو وقف شوية وبعدين أضاف: كنت عايز أوصل ل1000 قدم، ده رقم حلو وكامل، بس ممكن يكون ده زيادة شوية. هضطر أعتزل النوع ده من الغطاسات قريب جداً. أظن السبب الحقيقي اللي بيخليني أعمل كده هو إني بس عايز أعرف إيه اللي تحت هناك. في يوم 4 إبريل 1994 أعضاء المشروع وهم إكسلي وطليقته ماري إلين إيكوف اللي هي كمان غواصة محترفة، وبودوين ومراته كارين هول، والغواصة والطبيبة آن كريستوفيتش وماركوس جاري، اتجمعوا في رانشو أسافوسا علشان محاولة الغوص لعمق 305 متر. إكسلي عايز يخلي عدد المشاركين قليل وفي إطار شخصي. المجموعة بتستعد عن طريق تجهيز أسطوانات تخفيف الضغط على أعماق محددة في زاكيتون وإلناسيمنتو. بيحطوا حبلين ثقيلين منفصلين بينهم 9 متر وواصلين لحد القاع
علشان يكون لكل غواص خط نزول مستقل، وده بيخلي المحاولة كأنها غطسة فردية لكل واحد. الاتنين غواصين بيفضلوا الترتيب ده علشان يتجنبوا الاحتكاك أو أي تدخل ممكن يحصل أثناء النزول السريع. إكسلي بيستعد للغطسة عن طريق إنه يعمل غطسة هواء لعمق 128 متر. إكسلي بقاله فترة بيعمل التدريب ده، إنه يعمل غطسة هواء عميقة قبل ما يبدأ أي غطسة عميقة جداً. في الصبح بدري يوم الأربعاء 6 أبريل الاثنين، الغواصين بيستعدوا للغطسة بتاعتهم. إكسلي وبودوين بيبدأوا من نبع الناتشامينتو وبيعوموا من خلال الباساج عشان يوصلوا لموقع غطس زاكيتون. في زاكيتون الغواصين استقبلهم صحفيين من سبورتس إلوستريتد، ديستنيشن ديسكفري، وفريق تصوير من القناة السابعة في تمبيكو. صاحب الأرض وعيلته ومعاهم ناس من المنطقة كانوا موجودين برضو. ده خلى إكسلي يحس بعدم ارتياح. الموضوع ده يمكن ما يهمش ناس كتير، لكن بالنسبة لإكسلي اللي داخل على مهمة خطيرة، ده بيأثر على تركيزه الذهني. إكسلي كان اتكلم قبل كده عن حادثة سنة 1970 لما غاص لعمق 142 متر وهو بيحاول ينقذ 2 غواصين. الضحايا تجاهلوا بروتوكولات الأمان تحت ضغط الرعاة والإعلام والجمهور. من وقتها إكسلي بقى بعيد عن الأضواء وبيشرك بس أصحابه المقربين وبيحاول يركز من جديد. الرجلين الاثنين علقوا على جمال اليوم وتمنوا لبعض الحظ. هما سبحوا ناحية حبال النزول بتاعتهم وبدأوا يتنفسوا ببطء وعمق، يهدوا أعصابهم ويركزوا على الغطسة اللي جاية. بعد لحظة لما الاثنين بقوا جاهزين، أشاروا لبعض براسهم. في الساعة 10 إلى 10 صباحاً، إكسلي وبودوين بدأوا النزول بتاعهم. هياخد منهم من 10 لحد 12 دقيقة عشان يوصلوا لهدفهم اللي على عمق 305 متر. من ناحية فك الضغط وإمداد الغاز، كل ما نزلوا أسرع كل ما كان أحسن، بس الخطر إن أعراض متلازمة الاضطراب العصبي الناتجة عن الضغط العالي تزيد. الاتنين الغواصين جربوا الأعراض دي في غطاسات قبل كده وعارفين العواقب، عشان كده مخططين يبطئوا في مرحلة لاحقة عشان يخففوا التأثيرات. بودوين وقف عند 3 متر لمدة دقيقة تقريباً قبل ما ينضم لإكسلي في نزول حر. الاتنين الغواصين بينزلوا بسرعة 31 متر في الدقيقة لحد عمق 91 متر باستخدام هواء مضغوط. لما إكسلي وقف علشان يركن أسطوانة الهواء بتاعته ويثبتها في الحبل، بودوين كان بيستخدم أسطوانة احتياطية صغيرة مربوطة على ظهره مع الأسطوانتين الكبار اللي على ظهره كمان. عند عمق 91 متر الاتنين الغواصين بيبدلوا للغاز اللي معاهم على الجنب اللي فيه 10.5% أكسجين. إكسلي شايل اسطوانتين لخلطة الانتقال على الجنبين، واحدة تحت كل ذراع. نسبة الأكسجين العالية بتكون سامة تحت الضغط، عشان كده الغواصين لازم يقللوا نسبة الأكسجين كل ما يغوصوا أعمق. هم بيستخدموا ال3 خلطات دول: هواء عادي بنسبة 21%، أكسجين لأول جزء من الغطسة، بعدين خلطة الانتقال بنسبة 10.5%، وفي الآخر خلطة الأعماق. بودوين معه أسطوانة خلطة الانتقال تحت ذراعه الشمال وأسطوانة خلطة الأعماق تحت ذراعه اليمين. الغواصين بينزلوا بنفس السرعة لحد عمق 183 متر. هناك بيبدلوا للأسطوانتين المزدوجتين اللي على ظهرهم واللي فيهم خلطة الأعماق. إكسلي بيستخدم خلطة فيها 6% أكسجين، بينما بودوين عنده 6.4% أكسجين. ممكن يكون إكسلي عامل حسابه يروح أبعد من علامة الإنجاز بنسبة أكسجين أقل. إكسلي وبودوين الاثنين عندهم خلطة للقاع بتساوي تنفس هواء مضغوط على عمق 91 متر لما يوصلوا لعمق الهدف اللي هو 305 متر، وهما بينزلوا بين 229 ل 244 متر. المفروض الاثنين يبطئوا عشان يتجنبوا أعراض متلازمة الاضطراب العصبي الناتج عن الضغط العالي. بالنسبة لبودوين كل حاجة ماشية زي ما هو مخطط، لكن بعد 244 متر بيبدأ يحس برعشة عضلية خفيفة. بودوين لسه شايف أضواء إكسلي من بعيد، بس دي آخر مرة يشوفوا فيها. عدى 11 دقيقة من ساعة ما الغواصين بدأوا ينزلوا. على عمق 274 متر بودوين كان متوقع يكون عنده 124 بار غاز في اسطوانات خلطة القاع.
لكنه اتصدم لما لقى إنه الكمية تقريباً نص ده. على العمق ده لو الضغط نزل لأقل من 35 بار، المنظم بتاعه مش هيقدر يمده بالغاز اللي محتاجه. ضغط المية حيكون أعلى من ضغط الغاز في التانك، وهو بيعدي من خلال المنظم. هو بينفخ جهاز تعويض الطفو بتاعه اللي متوصل بأسطوانتين الغاز بتوعه، وده بيستهلك كمان جزء أكبر من غاز خلطة القاع، لكنه قدر يوقف نزوله عند 282 متر. بما إنه الاسطوانتين اللي معاه قربوا يخلصوا غاز، بيبدل على اسطوانة احتياطي خلطة القاع اللي تحت دراعه اليمين، وبيبدأ يطلع لفوق. لما وصل لأول وقفة إزالة ضغط عند 137 متر، كان استخدم أسطوانة الاحتياطي بتاعة خليط القاع، وكمان باقي خليط الانتقال اللي تحت ذراعه الشمال. بودوين بيبدل لأسطوانة مرحلة إزالة الضغط وبيفتح الصمام، لكن المنظم بيبدأ يفرغ الغاز لوحده. بودوين مش قادر يحل المشكلة، فبيفتح ويقفل صمام الاسطوانة مع كل نفس بياخده. أسطوانة إزالة الضغط اللي بعدها موجودة ما بين 107 متر و91 متر، وهتاخد 8 دقايق مع كذا توقف عشان يوصلها. أما بالنسبة لإكسلي، إحنا مش عارفين بالضبط إيه اللي حصل له، بس هحاول أعيد بناء الأحداث وأشرح اللي أعتقد إنه حصل وأتوقع الأسباب المحتملة لوفاته بناء على تقارير الحادثة وأدلة تانية جمعها الخبراء. إكسلي عنده تحمل عالي لتخدير النيتروجين، لكنه بيتأثر بسهولة بتأثيرات الهيليوم. يعني في أي عمق من 210 ل 244 متر، نقدر نفترض بأمان إن إكسلي ممكن يكون حس بأعراض مبكرة لمتلازمة الجهاز العصبي تحت الضغط العالي. زي ما حصل في حفرة بوشمان، إكسلي كان مركز ومصمم، لكن كل ما بينزل أعمق الألم والرعشة بيزيدوا. إكسلي وبودوين بيتبعوا معدل تنفس صارم، وكل نفس محسوب ومتسجل. في الأعماق الشديدة بسبب ضغط الغاز، التنفس بسرعة بيستهلك غازاً أكثر بكتير من اللي بيستهلكه على السطح. مع الرعشة، الحركات العضلية اللا إرادية بتستهلك أكسجين غالي. مع التوتر ده بيغير معدل تنفسه، وده كمان ممكن يفسر ليه بودوين استخدم الغاز بتاعه أسرع. مش عارف إذا كان إكسلي كان لابس بدلة جافة ولا بدلة غطس عادية. مياه زكاة حرارية، ودرجة حرارتها ثابتة حوالي 30 درجة مئوية. ده دافي بالنسبة لبدلة جافة، لكن في مقابلة سابقة إكسلي قال إنه بيحب يكون عنده تعويض طفو احتياطي اللي بتوفره البدلة الجافة. ممكن تضخ غاز في البدلة الجافة، وده بيخليها تشتغل زي البالون. سواء كان لابس بدلة جافة أو لا، الغطاس بيفقد الطفو بتاعه على العمق ده، وده كان هيزود الموضوع تعقيد. وهو بينزل إكسلي وقرب يوصل للعمق اللي عايزه، كان بالفعل بيعاني من متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي. كل حاجة حواليه مشوشة، وحتى مع الإضاءة بتاعته كل حاجة ضلمة ورؤيته محدودة. بما إنه بينزل بسرعة زي الصخرة، حاول يشغل جهاز تعويض الطفو بتاعه عشان يرجع يسيطر على الطفو، بس جهاز تعويض الطفو بياخد وقت عشان يستجيب. عشان يوقف نزوله بشكل غريزي، مسك حبل النزول ولفه حوالين ذراعيه الاثنين وصمام الأسطوانات اللي مركبها على الجنب. ده وقف نزوله. كمبيوتر الغوص اللي لابسه على معصمه بيقرأ 276 متر. بعد ما وقف نزوله، إكسلي حاول يطلع لفوق، بس الأول لازم يفك الحبل اللي ملفوف حوالين ذراعه وصمام الأسطوانة. أعراض متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي لسه موجودة، وده بيخلي تنفيذ مهمة معقدة أصعب. التوتر والرعشة بيستهلكوا خليط القاع في الأسطوانتين بتوعه بسرعة كبيرة، وهو بيحاول يفك نفسه. خليط القاع في الأسطوانتين بينزل ل 35 بار، والمنظم ما بقاش يقدر يمده بالغاز اللي محتاجه. هو بيحول للمنظم اللي فيه خليط الانتقال، بس على العمق ده نسبة الأكسجين 10.5% بتكون سامة. إكسلي غالباً حاول يقاوم الرعشة، بس سمية الأكسجين غيمت على عقله. هو بيحاول يحرر نفسه، والمجهود الإضافي بيخلي نفسه يبقى تقيل، وده بيخلي ثاني أكسيد الكربون يتراكم. سمية الأكسجين للجهاز العصبي المركزي بتخليه يدخل في تشنجات. بعد كده خليط التنقل كمان بينزل ل 35 بار، وما بيبقاش يقدر يمده بالغاز اللي محتاجه بسبب التأثيرات المشتركة لمتلازمة الضغط العالي العصبية.
وتخدير النيتروجين وثاني أكسيد الكربون وسمية الأكسجين. إكسلي مش قادر يوصل للزجاجة الثانية من خليط الصفر اللي تحت دراعه الثاني، بيغرق ببطء في أعماق ظلام زاكاتون. بودوين بيكمل أكثر من 9 ساعات من إزالة الضغط، لكن بيعاني من ألم في الكتف بسبب داء تخفيف الضغط. بياخد علاج بالأكسجين والكورتيكوستيرويدات وتعويض السوائل. طليقة إكسلي وباقي الفريق بيدركوا إنه إكسلي مش راجع. بعد يومين فريق السطح بيرجع عشان يسترجع معدات إكسلي من خط النزول. الخط تقيل بسبب اسطوانات فك الضغط اللي متعلقة عليه، فبيستخدموا بكرة عشان يرفعوه. جثة إكسلي لسه متشابكة قرب نهاية الخط. الخط ملفوف كذا مرة حوالين ذراعي الاثنين وصمامات الاسطوانات بتاعته، القناع بتاعه وكل المعدات التانية في مكانها. موت إكسلي في إبريل سنة 1994 صدم عالم الغوص التقني. هو كان رائد حقيقي في غوص الكهوف والغوص بالغازات المختلطة، ومبتكر في مجال السلامة، وطرقه شكلت الغوص التقني الحديث. في أوائل التسعينيات الغطاسات اللي تحت 200 متر كانت نادرة جدا وخطيرة للغاية. وفاة إكسلي في زاكاتون وضحت بشكل مؤلم قد إيه كان فيه جهل كبير عن فسيولوجية الإنسان في الأعماق الشديدة دي. كل المؤشرات كانت بتشير لتداخل متلازمة التوتر العصبي الناتجة عن الضغط العالي والناركوزس والاستهلاك السريع للغاز كعوامل محتملة ساهمت في وفاته، لكن ما تمش تحديد سبب نهائي واضح أبداً. زي ما إكسلي قال بنفسه، فيه أماكن محدش وصلها من بداية الزمن. تقدر تشوف الجانب المظلم من القمر وحتى المريخ، لكن مش هتقدر تشوف آخر الكهف إلا لو رحت هناك بنفسك. فيه إحساس خاص لما تعرف إنك أول واحد يوصل للمكان ده. في الحلقة الجاية هنغوص في معركة انتشال السفن الغارقة في بيرل هاربر. هناك الهندسة والذكريات وثقل التاريخ بيتقابلوا تحت الأمواج. تابعونا وإحنا بنكشف إزاي الماضي اتنتشل من الأعماق.